الجزء الثاني من تيشيرتات موسم 22-23 وهيكون جزء المنتخبات. ولو ما اتفرجتش على جزء الفرق اللي كان بالنسبه لي محمس جدا فهسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن وفي الاي اللي بتطلع فوق دي. فبعد ما تخلص فيديو المنتخبات خش واتفرج على فيديو الفرق. ففي الفيديو اللي فات والفيديو ده بعرض لك كل التيشيرتات اللي اشتريتها واتكلمنا عليها في الموسم ده. وواضح ان انا قلتها كتير ان الفيديو اللي فات كان فيديو تيشيرتات الفرق والفيديو ده تيشيرتات المنتخبات. فلو انت متحمس انزل اعمل سبسكرايب للقناه واعمل لايك للفيديو ده، وهتلاقي في صندوق الوصف تحت او في الديسكريبشن لينك فورزا ستور راعي القناه واللي اغلب التيشيرتات اللي هنتكلم عليها النهارده من عنده. فخش اعمل له فولو هو كمان عشان الموسم الجديد قرب. اعتقد الرساله وصلت. فلو عملت كل ده وجاهز انا جاهز ويلا بينا نبدا الفيديو. هو ملحوظ قبل ما نبدا اغلب تيشيرتات المنتخبات هتكون تيشيرتات كاس العالم فمش محتاج اقول يعني. فتيشيرت انجلترا اللي جات لنا السنه دي باللون الابيض وتدرج في الالوان كده في الكتفين والكمين كان بشكل غريب قوي، وشويه مربعات وحاجات على الكم كده ما كانتش مفهومه بالنسبه لي قوي. والتيشيرت دي بكل صراحه بالنسبه لتيشيرت المنتخب انجلترا في الموسم اللي قبله او الفتره اللي قبليها ده داون جريد جدا، والتيشيرت اللي قبليها كانت بالنسبه لي في حته تانية خالص واحسن من تيشيرتات كتيره جدا لانجلترا. بعد كده تيشيرت البرازيل بلونها الاصفر الفاقع اللي نور الفيديو جدا، والتفاصيل كانت بشكل مختلف باللون الاخضر والكحلي، والجزء بتاع الزرار اللي كان بيعمل علم البرازيل ده، والباترن اللي على التيشيرت كلها مش هقول ان هي احلى تيشيرت البرازيل ولكن تيشيرت مختلفه عن التيشيرتات الاعتياديه للبرازيل. ولازم اقول ان فونت الارقام بتاع التيشيرت ده مميز. بعد كده تيشيرت اليابان الكونسبت او اللي كانت من تصميم الجمهور، وبصراحه مش فاكر دي جبتها السنه دي ولا السنه اللي فاتت ولكن حسبتها السنه دي. التيشيرت دي هي مش رسميه مش اصليه ولكن الديزاين ده ما ينفعش يتساب. الديزاين الكحلي اللي بالكرتون اللي احنا كنا متربيين عليه واحنا صغيرين اللي مالي التيشيرت بالتفاصيل اللون الابيض والاحمر. التيشيرت دي فعلا قويه جدا ووصلت لمرحله ان الناس عارفه ان دي مش حاجه اصليه ومش حاجه رسميه ولكن بتتصنع وبتتباع وبتخلص وبتتعمل تاني. فواحد زيي ما ينفعش يفوت فرصه زي دي. بعد تيشيرت البرازيل تيجي تيشيرت فرنسا اللي كانت برضو بالنسبه لي واحده من احلى التيشيرتات الاحتياطيه، ما جبتش التيشيرت الاساسيه واخترت ان انا اجيب التيشيرت الاحتياطيه عشان ديزاين زي ده من نايك بمعالم فرنسا اللي موجوده كلها على التيشيرت تحس ان هي كده مرسومه بالايد، وفكره علم فرنسا اللي في اخر التيشيرت. كل الحاجات دي هي اللي بتخليها مميزه عن التيشيرت الاساسيه. التيشيرت الاساسيه متفق معاك جدا ان هي اشيك ولكن التيشيرت الاحتياطيه مش هتتعمل تاني. وللاسف التيشيرت دي ما ظهرتش كتير وما تلعبش بيها كتير فبرضه مش واخده حقها، ولكن في احسن 5 تيشيرتات احتياطيه لكاس العالم كانت بالنسبه لي واحده من احلاهم. بعد كده هي تيشيرت حدث اكتر من ما هي تيشيرت كفكرة تيشيرت. واكيد لما نتكلم عن اكتر منتخب عمل احداث غير متوقعة في 2023 او في الموسم اللي فات بشكل عام هو اكيد منتخب المغرب. منتخب المغرب اللي عمل انجاز واعجاز ما حصلش من اي دولة عربية او افريقية قبل كده، واللي طمع كل المشجعين العرب ان المغرب تقدر تكسب فرنسا وممكن توصل للنهائي. وكان النقاش مش ان المغرب هتكسب الماتش ده ولا لا، ان المغرب هتكسب كاس العالم ولا لا. التيشيرت دي ما كانش حد بيصنعها خالص ولا بوما نفسها كانت منزلها في الستورز، ولكن الانجاز بتاع المغرب خلى كل المحلات تصنع تيشيرت المغرب وتبيعها. انا عارف ان دي تيشيرت مش اصلية، عارف ان دي مش تيشيرت احسن خامه في الدنيا، ولكن للحدث ده بالذات كان لازم التيشيرت دي تكون موجوده باي شكل. ده زائد ان التيشيرت بالشكل ده ما كانش موجود من بوما في فرق تانية او منتخبات تانية، والتيشيرت اصلا مستوحاه من تيشيرت للمغرب قديمه، فالتيشيرت على بعضها باحداثها بشكلها مختلفه عن اي حاجه تانية. بعد كده مع تيشيرت المنتخب اللي انا كانت بالنسبه لي هي احسن تيشيرت احتياطيه في كاس العالم ومن احسن 3 تيشيرتات اساسيه في كاس العالم برضو، وهي تيشيرت المكسيك الاساسيه. التيشيرت دي باللونين دول بالباترن ده اللي موجود على وش التيشيرت بالفيت بتاعها بتمبلت اديداس الجديد، دي رسميا اكتر تيشيرت بلبسها من ساعه ما جبتها. الاحمر اللي فيها الفاقع قوي ده يخلي الشخص كده يبص لك، يخليك تبقى ماشي بتيشيرت مميزه ومختلفه ومش هتلاقيها كتير ومش هتلاقي ناس كتيره لابسينها. وكمان تمبلت اديداس السنه دي اللي موجوده في كل التيشيرتات حتى الفرق في الموسم الجديد بالنسبه لي واحده من احلى التمبلتس، وكمان التمبلت دي مساعده في ان الفيت بتاعها يبقى مختلف عن التيشيرتات التانية. فالتيشيرت دي واحده من اميز واحلى واهم التيشيرتات في الكولكشن بتاعي السنه اللي فاتت. بعد كده الفيديو ده ما كانش ينفع ينتهي او يخلص من غير
تيشيرتات الارجنتين الاساسيه بالثلاث نجوم والتيشيرت الاحتفاليه بالثلاث نجوم برضو. التيشيرت الاحتفاليه اللي انا ما شفتش زيها في حته تاني غير عند فورزا. التيشيرت بالاحتفالات اللي عليها كلها، بالاسم القايمه كلها اللي ورا، بكاس العالم، بكل الكلام ده، مش هتلاقي زيها تاني. وفي مصر وفي الوطن العربي غالبا مفيش تيشيرتات اصلا احتفلت بمنتخب الارجنتين، اللي هو تيشيرت مش رسميه ولكن تيشيرت احتفاليه. والنوع ده من التيشيرتات زي ما بقول في كل فيديو للتيشيرتات اللي من النوع ده، وقلته في الفيديو بتاع التيشيرت دي، التيشيرتات دي للاقتناء مش لللبس. تعلقها على الحيطه قدامك كده، وكل ما تصحى تفتكر النهائي وكاس العالم واللحظات الاحتفاليه والتاريخ اللي كان بيتصنع في السنة دي. ولكن وجود تيشيرت احتفالية ما يغنيش عن وجود التيشيرت الأساسية، ودي من أجدد وآخر التيشيرتات اللي موجودة في الكولكشن بتاعي أو اللي دخلت الكولكشن بتاعي، وكنت ما صدقت إن أنا ألاقي لسه تيشيرت موجودة بالثلاث نجوم مقاسي. تيشيرت الماتش، تيشيرت منتخب الأرجنتين الأساسية اللي كتير قوي اتكلموا عنها، ولكن وجود الثلاث نجوم بالنسبة لي كان أهم بكتير من ديزاين التيشيرت أو التيشيرت نفسها. وبكده نكون خلصنا كل تيشيرتات الفرق والمنتخبات لموسم 22-23 اللي هكتب لك مجموعة التيشيرتات كلها اللي كانت في الموسم ده اللي اتكلمنا عليها قدامك دلوقتي على الشاشة، عشان انا كمان متحمس اعرف عددهم. شكرا انك شفت الفيديو، ما تنساش السبسكرايب واللايك. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.